الفل على كل الزملاء الجمال. نكمل كده في الستبس بتاعت الكول اكاديميك، وبرضه في نفس الوقت بنتكلم عليها بطريقه مبسطه. احنا دلوقتي كده خلصنا 3 ستيبس. الستيب الرابعه اللي هي الاين البراند بينيفيت مع الكاستمر، وفي نفس الوقت بنهندل الاوبجكشن. دي اللي هي الخطوه الرابعه. طيب يعني ايه الاين البراند بينيفيت مع الكاستمر او مع البيشنت؟ تمام، يعني لازم نفهم الاول يعني ايه بينيفيت. تمام كده، بينيفيت اللي هي الاستفاده. تمام كده، ففي حاجه اسمها فيتشر وفي حاجه اسمها بينيفيت. بينيفيت هي الاستفاده، الفيتشر هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن فاكت. يعني النهارده لما تيجي تقول الدواء ده بيتاخد مره واحده في اليوم، دي فيتشر ولا بينيفيت؟ فيتشر، دي خاصيه موجوده في هذا الدواء. تمام كده. لكن البينيفيت بتاعتها ايه؟ احنا دايما كانوا يقولوا لنا واحنا بناخد تاني يقول لك سو وات، يعني ده بيتاخد مره واحده سو وات وبعدين. ده معناه حضرتك ان البيشنت ايه هيبقى سهل جدا هو ياخد الدواء بتاعنا. مور بيشنت كومبلاينس. تمام كده، ده معنى كده برضو يا دكتور ان الدكتور البيشنت اللي بينسى هياخده مره واحده في اليوم، فتبقى سهله جدا بالنسبه له. ولو هو في وسط ادويه كتيره جدا هيبقى سهل جدا ان هو الدواء بتاعنا بياخده مره واحده وخلاص ويركنه على جنب. فكل دي انت بتطلعها من قصه ايه؟ ان هو بيتاخد مره واحده في اليوم، فبيسميها دي فيتشر في الدواء. لكن البينيفيت ان انت بتحول الفيتشر دي بصوت يعني وبعدين الى حاجه استفاده جايه على الكاستمر او على البيشنت، الدكتور او البيشنت. بالمناسبه يعني في عشان قصه الكاستمر والبيشنت، في حاجه اسمها اليوزر وفي حاجه اسمها الايه الكاستمر. خد بالك ان انت النهارده مثلا الدكتور بالنسبه لك هو كاستمر، البيشنت هو اليوزر، هو اللي بيستعمل الحاجه. فدايما نقول ايه؟ ان اللي بيستعمل الحاجه هو اليوزر. لكن في حاجات، في ناس في النص. يعني انا النهارده لو قلنا مثلا الرز، شركه كبيره جدا مثلا دي هي اللي بتعمل الرز، فبتنزله لتجار الجمله، تجار الجمله يدوا تجار التجزئه، تجار التجزئه يدوا للمحلات، المحلات هي اللي بتدي للكاستمر بتاع اللي مش الكاستمر، اليوزر بقى اللي هو احنا. فعشان كده ساعات انت مثلا لما تقعد في ميتنج ولا حاجه يقول لك ايه؟ الاند يوزر. لما يكون في كاستمرز كتير في النص، في ايدين كتير في النص، فانا عايز لما اقول انا عايز اخر واحد اللي هو بياخد الحاجه، فبقول الاند يوزر. تمام كده، فدي برضو ايه نقطه كده في النص ما بين الكاستمر ومين اليوزر. طيب يبقى انا الاين البينيفيت مع البيشنت ده، يبقى انا المسج بتاعتي يبقى جواها البينيفيت موجوده، ودي بتبقى الاين مع البيشنت نفسه، وبيستفيد ايه البيشنت منها. تمام كده، وبيستفيد منها الدكتور، لان انا عندي 2 كاستمر، واحد كاستمر اللي هو الدكتور، واحد اند يوزر اللي هو البيشنت. فيبقى انا لازم ان انا ادي بينيفيت للاثنين، لازم يبقى مدعمه بانها اجينست الكومبيتيتور. يعني الكومبيتيتور بيقدم ايه، انا بقدم ايه، فلازم ان انا بدعم. عشان كده بيبقى في خطوه ثانيه في وسط القصه دي كلها بيسموها ايه؟ ري انفورس البراند، تقويه البراند. طب انا هقوي البراند ازاي؟ يا اما ان الدكتور نفسه لو قال لي انا استعملته كويس، فدي حاجه اخدها منه وارجعها له تاني واقول له زي ما حضرتك جربته كده. او ري انفورس بالداتا، الداتا اللي عندي بقى كومباريتيف داتا او فيجوال، اي حاجه بتبقى ايه نازله في الستادي، موجوده كاستادي وموجوده جوه الار دي اي بتاعتي، دي بيسموها ايه؟ بتعمل ايه؟ ري انفورس للبراند. دي كومباريتيف ودايما الفيجوال اقوى كتير جدا من الكلام. يعني ايه؟ لما اخش للدكتور ما افتحش اي حاجه ومعيش البروشور، معيش اي حاجه خالص وعمال اتكلم كده، لا، لما بتطلع البروشور او الار دي اي سميه زي ما تسميه، فده بيبقى حاجه اسمها تقويه، لان الفيجوال عليه 70% تقريبا من الاتنشن بتاع الدكتور. يعني ممكن وانت عمال تتكلم مع الدكتور سرح وانت مش حاسس ان هو سرح، وبعدين رجع لك تاني وعادي. تمام كده. لكن المهم جدا برضو ان انت توري له اسم البرودكت بتاعك، الكومباريتيف ستادي بتاعتك. تمام كده، دي الجزئيه الاولانيه. طيب الاوبجكشن بقى او اللي هو هاندلنج الاوبجكشن، هو الاوبجكشن اصلا هيجي منين؟ هيجي من 4 حاجات. اولا ان ممكن يكون الدكتور ما يعرفش حاجه عن البرودكت بتاعك، يعني في مشكله في الانفورميشن، او هو ما يعرفش كتير عن الدواء بتاعك، او ان هو يعرف بعض الانفورميشن وبعض الانفورميشن ما يعرفهاش. فدي بالتالي هنا فيه مشكله كبيره جدا. عشان كده قلنا في 5 حاجات نقولهم في كل كول. تمام كده. او ان الدكتور ده عنده باد اكسبيرينس مع الدواء بتاعك، كان استخدمه قبل كده وما اداش الريزلت اللي انت قلت عليها او اللي زميلك قال عليها، او باد اكسبيرينس مع الشركه نفسها، في مشكله مع الشركه نفسها. تمام كده. او ان الدكتور ده بيستخدم براند مثلا وتمام وزي الفل. تمام كده. مش قصه ان هو مش عايز تو تشينج، لكن قصه ان هو مدي ريزلت هو ساتيسفايد بيها، دي مختلفه خالص عن اللي تشينج. اللي بعديها الرابعه بقى اللي هو ايه؟ اللي هو اللي تشينج، فير اوف تشينج، اللي هو الدكتور اللي بيكتب الحاجه يقول لك يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، رغم ان التاني انت بتقول له ريزلت اعلى، بس اللي نعرفه احسن من اللي نعرفه. دول ال4 الحاجات اللي بيجي عن طريقهم الاوبجكشن. طيب قال لك لما يبقى فيه اوبجكشن، احنا كلنا ايه؟ اما حد بيعترض علينا بنندفع للدفاع. يعني لا وي ها لا، في اسلوب عايز تستخدمه استخدمه، مش عايز تستخدمه تستخدموش. بس انا بكلمك اكاديميك، اللي هو ايه بيسموه الاباكت تكنيك. تمام. ايه هو الاباكت تكنيك ده؟ اولا بيسموه حاجه اسمها اكنوليدج. يعني الدكتور بيقول لك ايه؟ قصده غالي،
والله يا دكتور انا عارف طبعا ان الدنيا والاقتصاد والفعلا احنا عندنا سوشيو ايكونوميك برضه صعب دلوقتي الدنيا والكلام ده كله. فانت هنا بتقول له انا متفهم جدا وجهه نظر حضرتك، لكن بص بقى خد بالك، لكن يعني عارف انت اللي هو انا كذا كذا كذا، لكن دي بتجب ما قبلها. يعني كل اللي انت قلته ده ماشي، انا عندي دلوقتي ايه، الدكتور عنده كونسيرن، فانا يا دكتور بقول لك فعلا حقيقي، لكن يبقى ده الاكنولج. تمام كده. الحاجه الثانيه ايه؟ بروب يعني ايه؟ فاكر الفانل لما قلت لك تسال اسئله برود وبعدين اسئله سبيسيفيك؟ هو ده بروب. حضرتك هو يعني ايه غالي؟ ادي كلمه. هو يتكلم غالي بالنسبه لايه؟ هو هيتكلم، فهتبتدي انت وانت بتسمعه بتترجم، قلنا لاكتيف ليسننج، وبتبتدي تحضر الاجابه. يبقى كده تمام. يبقى الايه اللي هي عباره عن اكنولج، البي اللي هي البروب، تمام كده. وبعد كده الانسر، الاجابه. فالاجابه بتاعتك بتبقى قويه مدعمه بالحته اللي هو فاهم. تمام كده. يبقى ده اسمه ايه؟ الاباكت تكنيك. بعد كده السي اللي هي كونفيرم. دكتور كده انا جاوبت حضرتك على الاستفسار بتاع حضرتك، او كده واضح جدا الفرق بينه وبين البرودكت التانيين، كده واضح جدا ان السعر بتاعنا فيري ايكونوميك بالنسبه للحاجات الباقيين. هنا بعمل كونفيرم، ان انا باكد ان انا جاوبته على السؤال، لان ممكن يقول لي لا اصل في كذا. خد بالك بقى من حاجه مهمه جدا، لو النهارده الدكتور عمل اوبجيكشن وانت عملت بروبنج وبعدين جاوبته وبعدين اكتشفت ان هو انت عملت الاجابه صح على الكونسيرن الصح وهو قال لك اصل، يبقى ده مش ايه، بيسموه حاجه اسمها فولس اوبجيكشن. فولس اوبجيكشن، هو بيدور على منفذ يطلع منه. تمام كده. فدي الفكره كلها. تمام. الفكره بقى اللي بعد كده، بعد الاباكت تكنيك، اللي هو اخر حاجه اللي هي ترانزيشن. يعني ايه ترانزيشن؟ ترانزيشن هو تاخد بوز كده، سكون شويه، عشان الدكتور بيبتدي ان هو يراجع كل اللي حصل في الاباكت تكنيك. يعني الدكتور بيبتدي يفكر ده هو جاوبني فعلا تمام، لا تمام كده، 4-5 ثواني. وبعد كده تبتدي ان انت ايه، خد بالك بقى، بيقول لك لو انت كان في اوبجيكشن وجاوبت عليه والدكتور يتكيف من الاجابه والدنيا تمام، كلوز، اقفل، شكرا. خلي اخر امبريشن عند الدكتور ان انت كان عنده كونسيرن وانت جاوبته والراجل انبسط، ده الامبريشن. تمام كده. دي قصه اللي هي ايه، الاين البراند بينفيت مع البيشنت، والانسرنج الايه او انسرنج الايه الاوبجيكشن. تمام كده. بس انا مش عايز اطول، احنا وصلنا ل7 دقايق. اشوفكم بخير ويا رب تكونوا بخير كده على طول ان شاء الله، وصباحكم بيضحك.